الو. الو مساء الخير. الو. الو مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. القوم الشنودة وديع معايا. ايوه يا حبيبي. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يطول في عمرك. مين معايا؟ اشكرك. ما حضرتك يا فندم برنامج رزق بالانجيل على اليوتيوب على الهوا. كان عندي سؤال بس يعني في الايمان المسيحي. كنت حضرتك بتقول ان اللي يسوى واللي ما يسواش بيطعن او يشكك مين في معايا المسيحيه. بس؟ معاذ عليان يا فندم مع حضرتك. نعم. مين؟ معاذ عليان يا فندم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كنت حضرتك يا فندم بتقول ان اللي يسوى واللي ما يسواش بيشكك في المسيحيه، يعني كنا عايزين نعرف قصدك على ايه بالظبط. نعم. كنا عايزين نعرف يعني قصد حضرتك مين اللي بيشكك يعني. ناس كتير قوي في العالم بيشككوا دلوقتي في المسيح. لا انا اقصد في مصر يعني. انا قلت في مصر برضو. لا ما قلتش في مصر، بس حضرتك يعني انت جايب الانبا رفائيل عشان يرد على حد في الغرب، اكيد يعني عشان يرد على حد في مصر. ما هو رد اهو في مصر. رد. رد على كل اللي بيشكك. رد قال ايه يا فندم؟ ده بيقول ان في رسائل من رسائل بوز ضاعت. بيقول إيه يا حبيبي؟ سؤال في رسائل بولس الرسول، هل يوجد رسائل غير كورنثوس الأولى والثانية؟ هو طبعا واضح في رسالة كورنثوس الأولى والثانية بالذات إن في رسالتين صغيرين ما فيهمش تعاليم بعتهم بولس الرسول ما بين يعني رسالة قبل الأولى ورسالة ما بين الأولى والثانية. اللي يدرس هيلاقي إيه؟ بيقول لهم قلت لكم في الرسالة كذا، كتبت إليكم في الرسالة، لأن كان في مشكلة في كورنثوس إن في خناقة وانقسام، وناس تقول أنا لبولس وناس تقول أنا لأبولس. فبعت لهم حاجة صغيرة كده، قال لهم ما يصحش تعملوا كده، وبعت الرسالة دي مع تيموثاوس. هم أول ما شافوا تيموثاوس جاي زعلوا، قالوا يعني بولس بيتقالط علينا، مش عايز يجي يحل لنا مشكلتنا، وعامل نفسه حاجة وبعت لنا رسالة أي كلام مع تيموثاوس. فزعلوا تيموثاوس. فتيموثاوس لما راح قال له هم الناس زعلانين قوي، فراح كتب الرسالة المطولة وفيها علاج للمشكلة وبعتها لهم. فنتيجة الرسالة المطولة برضو قالوا طب هو ما جاش ليه؟ فراح باعت رسالة صغيرة مع تيتوس، قال لهم أنا جاي بس بخلص شغل وهجيلكم. وكان بيتابع بيها الوضع بتاع الرسالة الأولى. فهم استقبلوا تيتوس بطريقة طيبة واتحلت المشكلة. رجع قال له لا دول بيحبوك والدنيا بقت كويسة. فراح كتب لهم الرسالة الثانية قال لهم أنا فرحان إن أنتوا قبلتوا تيتوس ورحبتوا بيه، وأنا كنت عايز أبعته لكم في رسالة تانية بس هو قال لأ وخايف لحسن يحبوه أكتر من بولس. فأدي فكرتها. بيقول ان في رسائل من رسائل بولس ضاعت، في رسالتين ضاعوا. طب ما تسأله. ما هو قال كده في الفيديو اللي كنت حضرتك معاه، مش حضرتك كنت استضافته في كنيسة السيدة العذراء والأنبا أيوة. إبرام؟ طيب ما أنا عارف من يومين، يوم أيوة 6. صح. استضفته صح. وهو حضرتك هو قاعد على الكرسي ورا المسبح وقال الكلام ده، قال ان في رسائل من رسائل بولس ضاعت، وقال ان الاب والابن شخصين. هل الكلام ده حقيقي يا فندم؟ لا الأقنومين مش شخصين. قال شخصين الأقنوم واقنومين. غير الشخص يا حبيبي. الأقنوم غير الشخص يا فندم هو قال اقنومين وشخصين. هو طبعا صاحب السؤال بيقول طب هو كده الاب والابن رجلين شخصين، يعني اقنومين في جوهر واحد. عموما هو الطبيعي هو 3 أقانيم في شخص واحد. في شخص واحد؟ يعني الله يعني واحد بس ال3 أقانيم. هو قال كده، قال أقنومين. قال اقنومين وشخصين يا فندم، لان اقنوم يعني شخص. وشرح كده. يعني حضرتك انت شايف حضرتك في المسيحيه ان الاب والابن والروح القدس ذات واحده او شخص واحد، صح؟ ايوه. دي هرطقه سابيليوس يا فندم. دي هرطقه سابيليوس اللي اتحرم في مجمع القسطنطينيه المسكوني. لا وقال لا واحد في 3 أو 3 في 1. لا حضرتك قلت شخص واحد او ذات واحده. دلوقتي بقول لك
الله واحد، ايوه، في 3 اقانيم، والاقنوم مش شخص، عشان ما نقولش، ما تقوليش 3. ما هو الانبا رفائيل قال ان اقنوم يعني شخص. الانبا رفائيل قال ان سابيليوس كان بيؤمن ان الله شخص واحد. قال ان تقول شخص واحد. امم هو ده فعلا. طيب يبقى كده الاقانيم 3 اشخاص، مش شخص واحد ولا حاجه. كلمة اقنوم غير شخص، ما نقول شخص، نقول على الله الواحد، والاقانيم غير، مش اشخاص. امم مش أخرين. بس هو الانبا رفائيل في المحاضره نفسها قال ان اقنوم يعني شخص. البابا تيموساوس قال لو ممكن. الثالوث ذاتا واحده فقد بطل ذكر الثالوث. هو مش ذات واحده، دول 3 ذوات. مين اللي قال انه ذات واحد؟ اللي مين اللي كان قال انه 3 ذوات؟ اللي اللي كان قال اذا كان ذات يبقى اللي كان بيقول الكلام ده البابا تيموساوس، والكلام ده موجود في السنكسار يوم 1 امشير صلاه باكر. كان بيقول لو الثالوث ذاتا واحده لو كان الثالوث ذاتا واحدا كما زعمت اللي هو اوسابيوس، او واقنوما واحدا فقد بطل ذكر الثالوث. الثالوث مش ذات واحده، دول 3 ذوات، لان المسيح نفسه قال كما ان الاب له حياه في ذاته كذلك اعطى ايضا الابن ان تكون له حياه في ذاته، والروح القدس يحسب معهما الذات الثالثه. طيب يبقى 3 ذوات اهو. الذات غير الشخص، والاقنوم والذات حاجه واحده، والشخص اللي هو شخص الله 3. يعني حضرتك شايف ان الروح القدس مش شخص اصلا، صح؟ انا شايف كده. طب البابا شنودة يا فندم بيقول ان الروح القدس شخص. اقنوم البابا والمسيح اقنوم. لا، شخص. البابا شنودة كان بيقول ان الروح القدس شخص في كتاب الروح القدس وعمله فينا صفحة 13. ايه رأي حضرتك يا فندم؟ انا لازم ارجع للنص ده، لان انا مش واثق من الكلام. تمام يا فندم، انا الكتاب قدامي بيقول البابا شنودة ارجع لازم ارجع بيقول ان الكتاب المقدس يدل على انه شخص. ده كلام البابا شنودة في كتاب الروح القدس وعمله فينا. يعني حضرتك كنت بتقول ان انت قاعد جنب الانبا. الشخص والذات والاقنوم. كلمة اقنوم تعني شخص او ذات او شخص او كيان او كائن. استنى، كلمة اقنوم غير الشخص. هي يا فندم، مع الفارق، في فرق بسيط، ان ده شخص الهي. ده كلام القس بشوي حلمي، قال كده اقنوم يعني شخص الهي. لا يمكن القول عند استخدام هذا التعريف ان الاقنوم هو شخص الهي. انا اخشى ان تتفهم ان كده، تتفهم ان 3 اشخاص. ما هم 3 اشخاص. لكن لما اقول اقنوم يعني حاجه ما يقوم عليه الذات الواحد. القس بولس الفغالي كان على 3 اقانيم. القس 3 اقانيم دول اللي ما يقوم عليه الذات الواحد. ما هو مش ذات واحده يا فندم. البابا تيموساوس حرم اوسابيوس عشان قال ان الله ذات واحده. قال له لو انت هتقول ان الثالوث ذات واحده فقد بطل ذكر الثالوث وبطلت ايضا معموديتك، لانها باسم الاب والابن والروح القدس، ويكون على زعمك ان الثالوث تألم ومات وبطل. طيب يبقى الثالوث 3 ذوات. اصل سابيليوس كان بيقول انه واحد بس، انه واحد، ما قالش مش مثلث الاقانيم، فقال له كده تبقى معموديتك باطله. ايوه، لا، هو سابيليوس قال ان الله شخص يعني واحد. لما قال له بص يا فندم، ايوه صح، قال شخص واحد، وقال له ده غلط. الفكره بتاعته قال انه شخص واحد مثلث الاقانيم، شخص واحد فقط، يعني اقنوم واحد. ماشي. يعني الله شخص واحد. سابيليوس كان بيقول كده، لكن هو في الايمان المسيحي 3 اشخاص. ذات الواحدة في 3 اقانيم، وكلمة اقنوم طب ذات المقصود بها يقوم عليه الذات الواحد. هو ده كلمة اقنوم ما يقوم عليه الايه؟ الذات الواحدة.
يا فندم ما هم 3 ذوات مش ذات أو واحده. المسيح نفسه الذات الإلهية تقوم على 3 كلمة أقنوم كلمه اقنوم معناها ذات. معناها ما يقوم عليه الذات الواحد. هو مش اقنوم يعني ذات؟ أقنوم يعني ما يقوم عليه الذات. طب القديس امبروسيوس كان بيقول ولكن وحدانيه الله لا تستبعد باي حال الوهيه ال3 اشخاص اللي هم ال3 اشخاص، الاب والابن والروح القدس. القديس امبروسيوس قال كده في شرح الايمان المسيحي. طيب ما هو كده صح. يبقى هم 3 اشخاص اهو. كلمة أقنوم أنت بتقولها، بتقول شخص أو هو يقصد بأقنوم، وأنت بتقصد بها ذات منفصلة عن الأقانيم. لكن علشان تبقى محدد في الكلام، الأقنوم ما يقوم عليه الذات الواحد. والله ذات واحدة تقوم على 3 أقانيم. يا فندم ما هو انا عرضت لحضرتك كلام البابا لكن ممكن تيموساوس. جدا تتقال كده بترجمة كده، دي حاجة. ايوه كلام البابا تيموساوس بيقول لو الثالوث ذات واحده فقد بطل ذكر الثالوث. الثالوث مش ذات واحده. وكلام القديس امبروسيوس بيقول ولكن وحدانيه الله لا تستبعد باي حال الوهيه ال3 اشخاص. عايز تقول الأقنوم تقول عليه شخص أحيانا، يعني تبقى حاجات مجازية. لكن هو لو عايز تقول بالتحديد وبالتدقيق أن الله ذات واحدة في 3 أقانيم، كلمة شخص دي عايزة الترجمة تبقى الترجمة الصح. شخص أنت بتقصد بيها حاجة واحد منفصل، كيان منفصل، يبقى لا. لكن لو تقصد بيها إنه الأقنوم وترجمتها تبقى شخص، يبقى أوكي. ايوه دلوقتي الاباء بقى بيقولوا ان كلمه ذات مقصود بها شخص، مقصود بها كيان او كائن او اقنوم. ايوه بس اخشى ان تتفهم انه منفصلين. اما تقول ذات خلاص نقول 3 تبقى اشخاص غير منفصلين. منفصلين يا فندم، زي ما الاباء قالوا 3 اشخاص، نقول 3 اشخاص ونقول غير منفصلين. بس في الحاله دي مش هيكون امتزاج، في امتزاج ما بينهم، هيكون كل شخص قائم بذاته، فبالتالي هيبقوا 3 عادي، في تمايز ما بينهم. ايوه في تمايز، محدش يقول لا. تمام، يبقى الاب مش هو الابن وفي 3 اشخاص. عمل خاص، كل واحد له عمل خاص. ايوه طب ما هو كده يعني 3 آلهة يا فندم لو كل واحد ليه عمل خاص. لا كده مش، لا ما هو كل واحد له عمل الخاص اهو. يعني مثلا دايما يعني انا قدامك اهو واحد، انا ليه عقل. هل عقلي هو جسمي؟ عقلك جوه جسمك، انت اقنوم واحد. عقلي هو جسمي، لكن عقلي له عمل. ايوه تمام يا فندم. الانبا يوحنا اسقف شمال الجيزه كان بيقول ماشي تمام. وروحي وليها روح، الروح مش هي الجسم، لكن ولها عمل خاص خالص، لكن مش منفصله عنه. بس دول كلهم بقى اقنوم واحد، فحضرتك عندك 3 اقانيم. لا مش اقنوم واحد، لا ده الانبا يوحنا هو اللي قال كده، قال ان البشر كلهم اقانيم. كلمه اقنوم دي جايه كده. ايوه الانبا يوحنا قال ان البشر كلهم 8 مليار اقنوم لهم نفس الطبيعه، وده كلام الانبا رفائيل برضه. يبقى كده تقدر تقول يبقى الانسانيه كلها واحد. صحيح احسنت. لما تقول كلمه اقنوم صح، تقول الانسانيه كلها واحد. صح. بس هم مش واحد في الحقيقه، هم 8 مليار زي الاقانيم، هم 3 آلهة وكل واحد فيهم اله كامل ماشي، وده مش هو ده مش هو ده، يبقى 3 آلهة. لا زي انا لسه بقول لحضرتك تاني المثل ده، انا قاعد قدامك، انا عندي عقلي ده مش هو جسمي. ايوه يا فندم بس انت عقلك مش ذات وله شغل، لكنه لا ينفصل عن الباقي. عقلك مش ذات متميزه عن جسمك، مش ذات تانية. ده له وظيفه وله عمل. ما هو كده ما يبقاش في تساوي للاقانيم يا فندم، كده ما يبقاش في تساوي للاقانيم. تمام ماشي، بس كده مفيش نفس الكلام. ممكن تقول عليه ده اقنوم واقنوم، عشان كده انا استبعدت من اول الكلام كلمه ذات، وكلمه الذات بطلقها على الواحد. ايوه كده مفيش تساوي ما بين الاقانيم. لكن ده مجرد عقل او فكره وخلاص. نفس العمل. انا بس يا استاذ، العقل له عمل خاص،
يعني ده خالق وده خالق وده خالق، صح؟ لكنه مش منفصل ومش منفصل. اه له عمل خاص. يعني العقل ده عنده عمل خلق خاص، الانسان. وروحي لها عمل خاص، وجسم له عمل خاص، والثلاثه دول دول حاجه واحده. انا شايفني انت شايفني واحد. ما هو انا ايه اللي شايفك صعب واحد بقى يعني؟ عشان انت لكن اقنوم. تسميها اقنوم، تقول عليها ذات، لكن ما تقولش انه منفصل، ما تقولش انه عمل بس خاص، بقول عليهم ما اشخاص، تقولش حضرتك شخص ما تقولش واحد لكن نفس الاقانيم العمل، 3 ما اشخاص. تقولش ما تقولش نفس العمل. صحيح، بس انا مش حضرتك كده شخص ثلاثه، واحد عقلي وروحي والاقانيم 3 وجسمي مش واحد، اشخاص. مش 3 اشخاص. ما هو يا فندم انا جبت ثلاث الكلام ثلاث حضرتك القديس اقنوم بقى. امبروسيوس عشان كده والقديس باسيليوس الكبير. عايزك تستخدم الاكسبريشن الصح. عشان كده بقول لك اقنوم، ما قلت لا ذات ولا شخص. اقنوم يعني في الكيان الواحد، لكنه له له عمل خاص، لكنه غير منفصل يا عن الأصل. فندم دول 3 زي كيانات ما مش انا كيان وضحت كده، واحد. مش وحضرتك 3 كيانات. انت حضرتك سامعني صح؟ الانبا رافائيل كان سامعك. قاعد في الكنيسه عند حضرتك بيقول ان الاب والابن شخصين، وانا جبت لحضرتك كلام القديس باسيليوس الكبير بيقول لا، الله ان هم 3 اشخاص. طب اقنومين اسمعني يا بس حبيبي. معلش. لا يا فندم انا خليها لا يا فندم، هو خليها، تبقى هو قال كده اقنومين، والله انا مالي. عشان لو صدقني قلت هو قال خلاص. كده. هو طبعا صاحب السؤال بيقول طب هو كده الاب والابن رجلين شخصين، يعني اقنومين في جوهر واحد. لو قلت شخصين اخشى من الانفصاليه. ايوه يا فندم، لكن الانبا لو رافائيل تقول قال ان هم اقنومين 3 اشخاص. الاقانيم اشخاص، اقنوم يعني شخص. يعني انا وانت طبيعه واحده، لكن انا شخص وانت شخص اخر خالص. احنا صوره ربنا، 3 اقانيم زينا كده، طبيعه واحده لكن 3 اشخاص. صدقني ممكن تكلمه يا استاذ. ايوه يا فندم، ما انا برضو عندي القديس باسيليوس الكبير والقديس على امبروسيوس فكره والقديس اثناسيوس والقديس كورولوس، كلهم بيقولوا اقنوم يعني شخص. طب انا معلش اسال حضرتك سؤال اضافي معلش، هل حضرتك شايف ان كل واحد من ال3 اله؟ لو كل واحد 3 كل واحد اله. طيب بس ما كل هوش واحد منفصل اله. عن الاصل. الاله استنى بس. لا حاسب، علشان ما تقوليش 3 آلهة. ما هو كل أنا واحد قلت اله لك يبقى في 3 أول الهه. الكلام ولسه كل واحد له عمل خاص، لكنه لا ينفصل عن الأصل. عشان كده أنا أصريت على كلمة عدم اقنوم. انفصالهم لن لو يؤدي الى لو انهم قلت شخص كيان يا واحد يا أستاذي، فندم. لو قلت شخص تقول لي 3 أشخاص. لا، الله واحد. ايوه تمام، الله واحد في الله النوع، واحد يعني نوع ال3 واحد بس هم 3 اشخاص. كل واحد له عمل، لكنه لا ينفصل عن الأصل. ما هو لو كل واحد له عمل يبقى كيانه 3 لا برضه. ينفصل عن الأصل، وأزلية زي أزلية الأصل، أبدية الأصل. ايوه الإله تمام يا الواحد فندم، يبقى عندنا 3 ابديين و3 ازليين و3 سرمديين و3 كلي القدره، صح كده؟ وعندنا 3 خلقوا او خالقين و3 ضابطي برضه الكل. حضرتك عايز توصل لأنك تفصل وتخليهم انا مش 3، بفصل، لكن ده أنا كلام الانبا رافائيل برضه يا فندم. الانبا رافائيل هو اللي قال الكلام ده، صدقني. مين الاقنوم ضابط الكل؟ طب والابن مش ضابط الكل؟ معقول يبقى الاب ضابط الكل والابن مش ضابط الكل؟ برافو عليك، شاطر. طب مين الاقنوم المخلص؟ طب الاب مش يخلص؟ طبعا خلصنا بالابن. طب مين الاقنوم الخالق؟ 3. طب مين الاقنوم غير محدود؟ مين الاقنوم السرمدي؟ يبقى خلاص بقى نفهم، اللعبه اتفهمت. يعني 3 اقانيم متساوون في كل شيء. اوعوا تفكروا ان الاب وحده ضابط الكل والابن لا. المسيح قال كل من الاب فهو لي. أنا بكلمك. بس معلش انا اسف، يعني هو معلش انا اسف، هو يعني دلوقتي حضرتك بتقول احنا بنرد على الاسئله، الانبا رافائيل طالع بيرد على الاسئله، انا باخد كلامه وبقول لحضرتك اهو. عموما ممكن تستوضح منه، هو مش بعيد. اتصلت والله عليه ومش بيرد للاسف. على فكره البابا كيرلس في كتاب الكنوز في الثالوث بيقول لان كل شخص يختلف عن الشخص الاخر باقنوم منفصل، لكنهما يتحدان في طبيعه واحده، وحتى لا يحدث خلط بين الاب والابن لان التشابه هو التماثل بينهما تام. يبقى اذا في انفصال اهو. انفصال
ما هو بيقول كل شخص يختلف عن الشخص الاخر باقنوم منفصل. ايوه اقنوم منفصل، يعني له طب يعني منفصلين يا فندم، يعني 3 آلهة كده. عمل ايوه لا مش 3 يا فندم هو 3 منفصلين، 3 اشخاص. استنى بس لسه بقول لحضرتك اهو، انا مش عندي عقل، هل ده منفصل؟ مش ده له عمل، له طب عمل هل الابن عاقل يا فندم؟ له عمل خاص. هل الروح القدس عاقل؟ هل الروح القدس عاقل بذاته؟ كله، وليه روح لها عمل غير الكيان كله. ايوه تمام. هل الروح القدس عاقل؟ لكن هل تنفصل عن الكيان كله؟ بقى يعني ما تتفهم كده، تقول لي بقى شخص، تقول لي ذات، تقول لي اقنوم. ايوه بس هم اشخاص زي ما قال البابا كرولوس، بيقول كل شخص يختلف عن الاخر باقنوم منفصل. كل شخص يختلف عن الاخر باقنوم منفصل، وكل شخص فيهم كل شخص فيهم يا فندم عاقل وحي. منفصل عن الله؟ لا مين قال كده؟ مين قال كده؟ انا ما قلت منفصل عن الاخر، يعني الاب منفصل عن الابن باقنومه الخاص. يا حبيبي الله يخليك، منفصل عن الاخر في العمل وفي الصفه. لا يا فندم منفصل عنه باقنومه. كل شخص يختلف عن الشخص الاخر باقنوم منفصل. عارف يعني ايه جوهر يا استاذي؟ يعني نوع يا فندم، يعني انا جوهري بشري وحضرتك جوهرك بشري، انا وانت مش منفصلين في الجوهر لان احنا جوهرنا واحد. الجوهر لا ينفصل، زي كده لما اجي اقول ما ينفعش ابل الميه، هي اصلا الميه ما بتتبلش، فالجوهر مش بينفصل. فالاب والابن متحدين او غير منفصلين في الجوهر لكن منفصلين في الاقنوميه، يعني ده شخص وده شخص. ايوه طيب انا قلت لك الاقنوم، يعني هو ده شخص وده شخص. انا لسه عمال اقول لك، انت عمال خلي بالك، لسه عمال اقول لك بس ركز معايا. انا بقول لك عقلي ده هو بقيه الجسم، روحي هي الجسم، ده جزء من جسمك. لا الروح حاجه ولها عمل، ولها عمل خاص، ده جزء يا فندم منفصل ابدا عن الكيان. ده جزء من جسمك. قول لي اقنوم بقى عشان تقدر تستوعب يا فندم. ما الاباء بيقولوا شخص. طيب انا جايب والله من كلام الاباء الباسيليو، القديس كيرلس بيقول كل شخص منهم. ايوه ما هو كل شخص اللي هو بيتكلم بالكلام ده للناس اللي بتقدر، اللي فاهمه الموضوع كله، فكلمه شخص بالنسبه له مش. بس انا عايز اقول لحضرتك ان القس موسى نبيل، القس عفوا بشوي حلمي، كان بيقول ان ما ينفعش نقول ان زي الانسان كده كائن وله عقل وله روح. يعني ايه؟ يعني هقرا ليك الاقتباس اهو. الاقتباس لا معلش بس علشان بيقول وكذلك ليست هي وحدانيه مركبه مثل الانسان الذي هو كائن واحد لكنه مركب من روح ونفس وجسد. الله مش مركب. لا الله مش مركب يا حبيبي. طيب ما حضرتك بتقول العقل ده شيء مركب في الانسان. هو انا اما انا انسان عقل ونفس وروح، ده معناه ان انا مركب؟ طبعا، ما هو ده التركيب، ان انت مركب من بعض الامور. لا مش مركب، لا مركب يعني حاجه مع حاجه تكون تعمل الانسان. لا حاجه زائد حاجه زائد حاجه، لا ده حاجه في حاجه في حاجه. ايوه يا فندم في حاجه في حاجه في حاجه، بس هم 3 في بعض. مرهق مش قادر اتابعك، معلش انا ممكن جدا مره ثانيه ابقى كده. ماشي يا فندم، شكرا ليك حضره القمص بشوي وديع، بنشكرك وبنرحب بيك دايما في البرنامج يا فندم. انا بشكرك يا حبيبي. انا مش عارف برنامج ايه ده. برنامج كريزو بالانجيل. اهلا بيك يا فندم، شكرا ليك. شكرا. كل اسئلتك بيترد عليها معاذ، كل اسئلتك احنا حرفيا بنجيب كلام الاباء قدامهم، يقول لك ايه ده؟ لا اصل هو مش المقصود بشخص، اجيب له منفصل، لا اصل هو مش قصده منفصلين، اجيب له ذات، لا اصل هو مش قصده ذات، اي حاجه مش قصده، كل حاجه لا اصل ده كذا، اصل ده فين يا فندم الرد؟ ادي ابائك بيقولوا والله 3 اشخاص، البابا شنودة بيقولوا ان الروح القدس شخص، اباء القديس امبروسيوس، الانبا رافائيل قاعد قدامه اهو، هجيب لكم الفيديو. هو طبعا صاحب السؤال بيقول طب هو كده الاب والابن رجلين شخصين، يعني اقنومين في جوهر واحد. ده كان واقف جنبه وهو الانبا رافائيل بيقول الكلام ده. ادي الكلام، قد القس القمص متى بديع، اسمه متى بديع بشوي وديع عفوا، اهو بشوي وديع اهو اللي واقف جنب الانبا رافائيل في المحاضره احنا بنرد عليها. حينما اقول اسم انبا رافائيل على لساني يفرح قلبي. والله يا فندم واحنا كمان سعداء قوي باتصالك. وحينما أسمعه يشبع عقلي وقلبي. من أجل ذلك أحب أن أشارككم فرح القلب وشبع العقل
بكلام سيدنا، كلام سيدنا. سيدك الانبا رافائيل يا فندم بيقول ان الاقانيم اشخاص، بيقول ان كلمه اقنوم يعني شخص. شفتوا يا جماعه؟ والله العظيم سبحان الله. انا خلاص مش هشغل حاجه تاني، الاخوه بقى عايزين يعملوا مداخلات. على فكرة هذا دليل على أنه طالب كسول قاعد ومش مركز مع ولا بربع جنيه والله يا دكتور. والله لا، دليل أنه طالب كسول صراحة. المفروض الانبا رافائيل يعاقبه، لان كده جايبه يعمل نمره، انت عارف يسد فراغ، لان يعمل في المحاضره ونايم. امال الشعب عامل ايه؟ يعني تخيل لما ده كاهن وما عندوش اي معلومه عن الثالوث، ما شاء الله لسه بيكتشف الثالوث معاك، وفي نفس الوقت لسه طالع من محاضره. امال بقى الشعب العوام عندهم ايه من المعلومات وحصلوا ايه من المحاضره؟ صحيح. خد بالك يا استاذ عادل، هو مش يلام عليه بس ان هو مش مركز في المحاضره، لكن يلام عليه ده عقيدته، يعني مش هيتلقاها من محاضره. هو عنده يعني كام سنه؟ لا ده كبير، عنده حاجه و60 اظن. يعني لسه هيجي يتعلم دلوقتي ان الروح القدس شخص. مش عارف ان الروح القدس شخص، بيقول ان الروح القدس ايه؟ طيب طاقه ولا ايه؟ ما هو بيقول لك بقى زي الانسان عقله ونفسه. يا جماعه الامثله دي ده الاباء ردوا عليها. يعني تخيلوا احنا مش هنرد، احنا ما بنردش، احنا بنجيب ابائكم يردوا، وفي الاخر انت ترد عليك يا معاذ. مشكله والله. انا عايز بس معلش وانت بتكلمه متخيل شكل الناس اللي هتطلع ترد على المكالمه دي بكره من العيال السرسجيه؟ هيقعد يقول لك ده بص صوت الكاهن كان تعبان، صوت الكاهن كان نايم، صوت الكاهن كان حران. طب معلش انا اسف، صوت الكاهن كان ضربان. ثواني. انا دلوقتي حد بيتصل عليا بيقول لي الله عندك في الاسلام ذات ولا عده ذوات؟ انا نايم خالص وانا واخد بنج. هقول له 3 ذوات؟ هقول له 10 ذوات؟ يعني ذات واحد. هقول له بالطبيعي ذات الله سبحانه وتعالى واحده، ما يبقاش المسيح اقول له انت عندك الله 3 لا ذات واحده يا جماعه، والله حرام مش كده. لا وبعدين يا ابا عمر حاجه ثانيه، هو تعبان بيرد ليه؟ خلاص انت تعبان، خلاص بتردش. كونك رديت خلاص، إذا أنت مستطيع أنك ترد على مكالمة. وغالبا المتوقع بما أنه اتصال غريب، يعني رقم غريب، سؤال، ولا أنت متوقع أنه جلسة اعتراف؟ يعني أنا ما أعرفش والله، الله أعلم. مسألة أنه نايم دي يعني لو اتكلمتوا في حاجة هو مش عايشها، مسألة غريبة. هم مثلا ما بيدرسوش نقد نص، فأنت جيت تكلمه في التحريف فهو نايم، فيقول لك لا مش مستحضر المعلومات. انما ده عايشها، هو كل يوم بيتكلم عن الثالوث، وكل يوم بيعمل خلي بالك، عشان كده انا بسأل في حاجات اللي هو الف ب، وعلى حسب بقى ما نمشي، على حسب ما نمشي. ده الف ب، مش نايم وتعبان ايه. هو ازاي بيقول ان الروح القدس مش شخص، وازاي بيقول ان الاقنوم غير الشخص؟ بالترتيب كده من اول مكالمه قال ان الاقنوم غير الشخص، وان هم مش 3 اشخاص. هو بص جاب لخبط بص اهو هو ده اهم حاجه انه الذات الواحده. هي دي اهم حاجه. قلت له سابيليوس بيقول شخص واحد، قال لك ايوه سابيليوس بيقول شخص واحد. طب ما انت كده بتقول زيه. بتقول له طب بابا تيموثاوس بيقول ذات واحد، قال لك مين ده اللي بيقول ذات واحده؟ وكل ما اتكلم حد يقول مين اللي قال، كل ما اتكلم حد والله يقول لك مين اللي قال. انا من كتر ما انا بقول المرجع ده وانا بقوله اللي هو ايه، ثم سأل البابا تيموثاوس وانت لأوسابيوس وانت ما هو اعتقادك؟ فقال انا للثالوث ذاتا واحدا واقنوما واحدا. فقال له البابا تيموثاوس لو كان الثالوث ذاتا واحدا كما زعم واقنوما واحدا كما زعمت، فقد بطل ذكر الثالوث وبطلت ايضا معموديتك، لانها باسم الاب والابن والروح القدس، ويكون على زعمك ان الثالوث تألم ومات، وبطل قول الانجيل الذي قال ان الابن كان قائما في نهر الاردن والروح القدس يحل عليه مثل حمامه، والاب يناديه من فوق، ثم دعاه ان يعود عن كفره فلم ايه، انا نسيت الجمله دي. ثم دعاه ان يرجع عن كفره فرفض فقطعه وحرمه. من كتر ما الواحد بيكرر الاقتباس اللي هو الف ب مسيحيه. الهك كم ذات؟ الهك كم ذات؟ تخيل هو بيقول لي ايه، اصل انا مش عايز اقول شخص لحسن تقول 3 آلهة. والله يا فندم احسنت. في نسخ بتقول فجرده عن رتبته او فقطعه وحرمه، الاثنين معنى واحد. يعني جميل، يعني بناء على ذلك اللي يقول انهم اشخاص يبقى 3 آلهة. بالضبط. يعني البابا شنودة لما قال عنهم اشخاص
إذا هو يقول 3 آلهة. شكرا، هو المطلوب إثباته. صحيح. يا حبيبي أنت. صحيح. عايز بس مكان معلش عشان يبقى فيه اطلع حد او كده. يا جي لو عايز تطلع ما عنديش مانع، بس في الاستخبص. من ضمن السياق كمان قال لك بس انا اخشى باللفظ كده، اخشى ان تتفهم ان هي 3 اشخاص. هم 3 ما اشخاص هو يا فندم. انتوا في ايه؟ هو يعني هو لو اعترف بشكل صريح او بشكل ضمني، خليها بشكل ضمني، ان هو معدد للآلهة. كان في مكالمة لا تانية نزلت. هو ما فيش لا هو ما في. لو في اخر المطاف لو عايز تعتبر اقنوم يعني شخص او ذات مجازا، ممكن ده مجازا. التدرج، ده التدرج في شوف الكلام. التدرج. مجازا يعني اول حاجه لا 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 لا, لا ما ينفعش، وبعدين تنازل شويه قال لك ممكن تعتبرهم مجازا ممكن. يعني يا جماعه بالله عليكم ارسلكم على بر. لا حول ولا قوه الا بالله. الله المستعان. حد مسيحي عايز يطلع يعلق؟